السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. شايفين الفينو هاش وكوتني ازاي؟ بجد حاجة كده تحفة واقتصادية جدا جدا، وفي البيت هتعملوه بأقل المقادير. طبعا المدارس داخلة على ابواب، وكل الاطفال بتاكل الفينو، سواء احنا الكبار بناكل الفينو. هقول لكم ازاي هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. النهارده حطيت كده 4 اكواب من الدقيق في بوله، وهنزل عليها بباكو خميره زي ما انتم شايفين كده، ومعلقه صغيره من السكر، ونص معلقه ملح. طريقته سهله وبسيطه جدا، وكمان هتعملوه في البيت هيوفر عليكم، وهتطلع حاجه نظيفه. هبدأ بقى اقلب المكونات الجافة زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بكوباية ونص من اللبن، لبن دافي زي ما انتم شايفين كده. قلبت اول كوباية وحطيت نص الكوباية التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ اعجن العجينة لحد ما تلم من الطبق زي ما انتوا شايفين كده. عجنت العجينة بالشكل ده، هي طبعا لمت من الطبق بس لسه بتلزق في الايد. هنا هحط ربع كوباية من الزيت، وابدأ بقى الم العجينة كويس جدا واعجنها. اهم حاجة في العجينة ان انتي تعجني العجينة مش اقل من 10 دقايق. يعني كل ما تعجني في العجينة كويس، كل ما يطلع معاكو الفينو حلو وهش وقطني كده. عجنت العجينة وبقت طرية زي ما انتوا شايفينها. ابدأ بقى اطلعها من البولة، ادهن كده الرخامة بزيت زي ما انتوا شايفين كده. وكمان هدهن طاجن او صينية، اي حاجة نكور فيها العجينة لكور صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. تقدروا تتحكموا في الكورة على حسب ما انتوا عايزين، صباع الفينو كبير او صغير. انا هنا شكلتها لكور صغيرة وكور كبيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد طريقته مش محتاجة تعب ولا اي حاجة، بتخلص على طول وسهل وجميل. هنا المقدار عمل معايا 12 كورة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كانوا بقى على جنب كده، وهبدأ اخد كورة كورة وافردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين انا مفردة هنا بالطول بايدي عادي من غير اي حاجة. فردتها بالطول زي ما انتوا شايفين كده، وكمان بفردها حاجة بسيطة من العرض. وببدأ بقى الفها وابرمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده كده صباع الفينو. قلتلكم مش محتاج تعب ولا اي حاجة، بكل سهولة تعملوا عادي الفينو. قفلته كده من الاطراف وبدأت الفه لفتين كده. وهنا ده معايا صاج كده، هبدأ ادهن الصاج بالزيت وهحط فيه الفينو. هعمل معاكم صباع كمان عشان اوريكم الطريقة. هنا زي ما قلتلكم باخد الكرة احطها وافردها بالطول كده، وبلفها وبفردها بالعرض كده، حاجة بسيطة. وابدأ الفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم خطوة بقى ان احنا نقفلها من الاطراف زي ما انا وريتكم كده، والفها لفتين واقفلها من الجنب ده ومن الجنب ده. كمل بقية الكمية. وده كده كمية الفينو كلها بالشكل اللي انتوا شايفينها ده. عملت معايا 12 صباع زي ما قلتلكم. هبدأ بقى ادهن وش الفينو بالزيت وارش عليه سمسم. لو مش بتحبوا السمسم تقدروا تستغنوا عن خطوة السمسم. كمل بقى بقية الكمية وارجع لكم تاني. رشيت كده سمسم ودهنت الفينو زيت. هسيبه بقى يختمر لمدة ساعة الا ربع ساعة وارجع لكم تاني. شايفين طبعا الفرق بالفينو بعد ما اختمر بقى شكله ازاي، اتنفخ وبقى شكله حلو جدا. هسويه وارجع لكم تاني. وكده سويت الفينو على درجة حرارة 180 في الفرن. وبعد ما لونه استوى من تحت واستوى، بدأت اولع عليه الشواية. اخد اللون الذهبي التحفة ده. شايفينه اصلا هش وكتني ازاي؟ حاجة كده والله العظيم فاخر من الاخر. شايفين صباع الفينو عامل ازاي؟ وشايفين السمك بتاعه؟ شايفين اصلا هش وكتني من جوه ازاي؟ والله العظيم احلى من بتاع المخابز، ومخدش معايا وقت خالص. اصلا شايفين سمكه عالي ازاي؟ بذمتكم بتجيبوه من المخبز عالي كده وهش وسفنج من جوه، حاجة كده والله العظيم عظمة.
وكلهم بجد ما شاء الله حلوين. يا رب بجد تكون الطريقة عجبتكم وتجربوه. مع السلامة.